السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل فيديو مختلف خالص. زي ما انتم عارفين الورق العنب طلع ومال السوق، فجبنا كمية ورق عنب كده، قلت اخزنها معاكم. يا رب كده الطريقة بتاعتي تعجبكم وتنول اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي يلا بقى لايكاتكم الجميلة وكومنتاتكم الحلوة اللي بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري حبايب قلبي. وحبايبي اللي لسه اول مره يشوفوا الفيديوهات بتاعتي وما اشتركوش في القناه، فضلا وليس امرا يشتركوا في القناه وفرحوني كده وادعموني وكبروني. قناتي مش هتكبر غير بيكم. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي بنا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي احنا معانا 3 كيلو ورق عنب. طبعا سالقين نصهم وسايبين النص التاني اخضر. انا منضفه الورق ورصاه، بس سبت الشويه دول عشان تشوفوهم يا حبايب قلبي معايا انا بعمل ايه. بسم الله ما شاء الله. الطريقه دي حلوه خالص، انا معتمداها من سنين. ورق العنب ده يا حبايب قلبي بالطريقه دي بيفضل معانا اخضر وفريش ويقعد من السنه للسنه زي ما بتطلعيه ما شاء الله اكنك لسه جايباه. يلا بقى جربوا الطريقه بتاعتي، ولو عجبتكم يا حبايب قلبي اهم حاجه اللايك يا حبايبي. اللايك انتوا تشوفوا الفيديو من غير ما تحطوا اللايك، اهم حاجه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. طبعا هنخزن الورق ده في ايه يا ام محمد؟ هنخزنه في ورق استريتش. هنمسك الورق بتاعنا الجميل هنلفه ونجيب استريتش ونلف كل اكله في الاستريتش. هشوفوا انا بعمل ايه. هنا جبنا الاسترتش يا حبايبي، وهناخد حبة على قد الاكله ونلف الورق زي ما انتم شايفين، ونحاول نلم الجناب كده في الاسترتش ونلمها كويس علشان الورق ما يتكسرش معانا في الفريزر. ما شاء الله شوفوا عملناها زي السندوتش اهو. هنلفها ازاي زي ما انتم شايفين. على قد الاكله يا حبايب قلبي بتطلعيها تفك وبعدين بتسلويها بتطلع معانا اكنها فريش من السنه للسنه. انا عملت الكميه دي يا حبايبي، وهنا بقى هوريكم المسلوق. معانا شويه ميه بيغلوا. هننزل ورق العنب يا دوبك ينزل ويطلع، ما يقعدش في الميه السخنه. شوفوا زي ما انتم شايفين بنزله واطلعه بسرعه. بسيب الورق كده لما ياخد اللون الجميل الاصفر معانا بره زي ما انتم شايفين. عندنا هنا حله ميه متلجه بنزل فيها الورق العنب. احنا مش عايزين ورق العنب يستوي يا حبايب قلبي يعني يكمل سواه، لا احنا بنوقف السوا بتاعه، بننزله في ميه متلجه. ما شاء الله شوفوا لونه وحلاوته عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. هنمسكه بقى نخزنه في اكياس تلاجة. هنمسك الورقه الجميله بتاعتنا اللي نطبقها كده على بعض علشان الورق ما يتكسرش معانا يا حبايبي في الفريزر. شفتوا الورقه ازاي بنطبقها؟ زي ما انتوا شايفين اهو بنلمها كده ونطبقها ونرصها في الاكياس. بتطلع معانا ما شاء الله عليها فريش جميله جدا. قبل ما بنحشي بنطلعها تفك، بتطلع معانا يا حبايبي من غير ما تتهري ولا يجرى لها اي حاجه. الخطوه مهمه يا حبايب قلبي ان احنا نطلع الورق العنب من الميه السخنه، نحطه على طول في ميه ساقعه متلجه. بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين هنطبق الورق كده ونعبيه بقى في الاكياس بتاعتنا. شوفوا شكله عامل ازاي ولونه بجد لونه جميل جدا ما شاء الله. الورق العنب ده يا حبايبي انا جايبه الكيلو ب15، وكنت جايبه كيلو ب25، جايبه 2 ب25 وجايبه 3 كيلو ب15. طبعا في ورق انا خزنته وشلته في الفريزر، وده بقى سبت اصوره معاكم حبايب قلبي لان انا من هواة اكل المحشي الورق العنب كده. بيكفينا السنه كلها بيفضل معانا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنا بقى اللي هو المسلوق طبقناه كويس كده في الكيس وبططنا الكيس بايدينا ما شاء الله، خرجنا كل الهواء. وهنخلص الكميه الجميله بتاعتنا تعمل معانا كام كيس. الكيس ده يا حبايبي انا بخليه على قد الاكله ما شاء الله. بيطلع معانا جميل جدا والله يا حبايبي ما بيتهريش. بس عشان تحفظيه في التلاجة تشيليه في مكان بعيد عن يعني عن الايد، مثلا في درج لوحده، لان الورق العنب ده بيتكسر على طول. بس الطريقه اللي انا عاملاها دي مفيش ولا ورقه بتطلع متكسره، بيطلع معانا جميل جدا بجد. تسلم ايديا ما استاهلش لك يا حبايب قلبي على الجمال والحلاوه. طبعا في طريقه يا حبايبي اللي هي تخزين البرطمانات برضو حلوه كويسه، بس انا بفضل الطريقه الجميله دي ما شاء الله. يعني انا بحب اشيله في الفريزر، بس طريقه البرطمانات جميله جدا برضو. ولو عايزينها حبايب قلبي تقولوا لي في الكومنتات لو عايزينها اعملها لكم ما شاء الله. هنا طبعا هنخرج الهواء من الكيس ونسد الكيس بتاعنا زي ما انتم شايفين. ما شاء الله عملنا كمية حلوة خالص من الورق العنب. وبرضو يعني انا ما اكتفيتش، لما الاقي قدامي شوية ورق عنب حلوين كده ناعمين حلوين
بجيبهم اخزنهم، ما بتخسرش ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة بجد، تسلم ايديا وحياة عيني. وهنا يا حبايب قلبي في البرطمان ده انا سبت شوية ورق فيه، دول هحشيهم بعد بكرة. قلت بدل ما تلجهم حطيتهم في شوية مية وملح وسبتهم في البرطمان لبعد بكرة كده، وان شاء الله نحشيهم مع بعض. شفتوا الورق عامل ازاي ما شاء الله. بجد الطريقة سهلة وبسيطة ومعتمداها من زمان يا حبايبي، وبعملها على طول. يلا بقى جربوها، ولو عجبتكم حطوا اللايك الجميل وكومنتاتكم الحلوة. بجد يا حبايب قلبي انا بتعب في الفيديوهات دي ومش لاقيه تفاعل خالص على الفيديوهات. حبايبي اللي اول مره يشوفوا الفيديوهات بتاعتي يشتركوا كده في القناه فضلا وليس امرا، وتشجعوني وتكبروني كده، قناتي مش هتكبر غير بيكم. وبكده خلصت الفيديو معاكم يا حبايب قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.